النهارده عيد ميلادي، والحمد لله قبلها بيوم اهلي عملوا لي مفاجأة وكنت بالمنظر ده، فانا مش هعمل نفس الغلطة واعمل نفس الكلام النهارده. كالعادة انا في الشغل فهنحاول نتصرف. هلو، غسلت شعري عادي في البيت بس هكمل ستايلينج هنا في الشغل. طبعا انا مضطرة استقر تحت الحنفية عشان نسيت البخاخ. هبتدي بقى بالراحة، اخد خصلة خصلة ابلها بايدي مية، بعد كده احط الكريم، بعد كده اعمل الستايلينج العادي بتاعي. واخيرا كده خلصت شعري. هغسل بقى وشي. انا كنت جايبة الغسول معايا، مش معنى ان انا لازم اتصرف يبقى استخدم صابون يعني. الحمد لله شعري بطل طرطرة، فيلا بقى نبدأ سكين كير. هنبدأ بالبتاع ده عشان بقالي كتير اوي مستخدمتوش. مبينزلش عليا، خلص بقى حلاوة. حط هنا مثلا، ممكن هنا. ممكن نعمل ايه تاني، نحط في الخدود هنا اهو. ننشف هجيب بقى. بصي هو نشف بسرعة، بس لان انا كنت ببعد سنتي واحد بعيد عن المروحة فكان بيسيح في وشي تاني. شلته بقى بعيد عن الكاميرا. وبعدها لو انت فاكر ان انا عشان وصلت 23 هكون عقلت وبتاع، انت غلطان. لازم تفتكر دايما ان انا هفضل تلك الفتاة التافهة. نجيب بقى شيت ماسك الحمار ده، وعايزة اقولك ان هو من اكتر الماسكات اللي ملهاش اي 30 لازمة في الحياة. اتس مي. يا لهوي، هنسيب وقت كده ربع ساعة تلت ساعة كده. الحمد لله التلت ساعة عدت بسلام. بنجيب بقى ايه مرطب، والزيادات نحطها في الفلاية بقى، مش هنرميهم يعني. هنفك الشعيرات بقى بالسيرم. انا مجهزة المكتب بتاعي من مجاميع، زيه زي البيت عندنا كده. مش مهم. خلاص هغير بقى هدومي. اخر كام حاجة هنعملهم، هنرش برفان، هنغرق الدنيا علشان راحة، مش عايزين رواحة. و متقوش، ونجيب البتاع ده نحطه ايه هنا كده، وهنا اهو كده. وهنلبس السلسلة دي كده بسلالة، ونجيب المروحة بقى عشان انا استحريت ونتكل على الله. باي.